السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض تورتاية يا جماعة، اقتصادية وسهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص. تمام. هنا انا جربت في ربع كيلو من الدقيق الاسبونج. تمام. ربع كيلو من الدقيق الاسبونج بياخد 3 بيضات وربع كوباية مية. طبعا هنضرب البيض الاول مع المية لحد الخليط بتاع البيض ما لونه يفتح شويه، وبعد كده هضيف الربع كيلو من الدقيق الاسبونج عليه وهضربه لمده 10 دقايق. تمام. لحد اللون الاصفر ده ما يبقى لون بيج اوف وايت معايا، هيبقى لون اوف وايت معايا. تمام. هنا انا كنت بضرب وبرعش طبعا عشان المضرب بتاعي ايه، ما ينفعش ان انا افضل اضرب مثلا 10 دقايق و12 دقيقه متواصلين. تمام. زي ما انتم شايفين كده، بصوا الخليط بتاعي فتح ازاي، بقى لونه حلو، اللي هو اللون البيج او اللون السكري. تمام. زي ما انتم شايفين كده بنات، كده خلاص انا خلصت الكميه بتاعتي. وبعد كده بقى ايه، الصينيه بتاعتك طبعا، وتدهنيها مثلا لو انت عندك ورق الزبده، ما عندكيش تمام مفيش مشكله، هتبطنيها بشويه من الزيت وبعد كده شويه من الدقيق، ويكون الفرن بتاعك متسخن مسبقا على درجه حراره 180. شايفين يا بنات القوام حلو قوي قوي ازاي؟ دي الصينيه بتاعتي انا مبطناها، والفرن طبعا كان متسخن قبليها. وعايزه اقول لكم مش هياخد وقت معايا خالص خالص، وهتطلع معاكي جميله جدا. عايزه اقول لكم ان انا اول مره كنت اعملها، كانت دي اول تجربه ليا مع التورته في البيت يا جماعه. بس عايزه اقول لكم ان شاء الله دي مش هتبقى اخر تجربه، لانها سهله جدا جدا وما كلفتنيش حاجه. وعايزه اقول لكم ان الاولاد اتبسطوا جدا جدا، وكان طعمها احلى من الجاهز يا جماعه. والله العظيم كان طعمها حلو قوي قوي. عارفين كل اللي اكل منها ما كانش مصدق ان دي معموله في البيت. هنعمل طبعا طبقه الكريمه بتاعتها والكريم شانتيه. معايا كوبايه وربع من الكريم شانتيه، عليهم الخام، عليهم كوبايه وربع من الميه المتلجه. ولو انت عايز تضيف سكر ضيفي، لو انت الكريم بتاعك عليه سكر خلاص ما تضيفيش. تمام. انا هنا ضفت مع الكوبايتين من السكر الباودر عليه، عشان انا بحب الكريم شانتيه يكون حلو شويه. تمام. هنا هتني برضو اضرب الكريمه بتاعتي لحد القوام بتاعها ما يتجانس، وتبقى معايا قوام تقيل. وبعد كده زيني زي ما تحبي. انا هنا كنت مزيناها بالكريم شانتيه والمانجا والموز. كان عندي موزايه في التلاجة، وكان عندي منجايه وشايفين بعد ما طلعت لونها حلو قوي، هتشيل الطبقه البيج اللي فوق ديت عشان الطبقه التزيين تمسك فيها. انا هنا قلبتها وقطعتها 2. شايفين من تحت ما مسكتش زي ما اني ما كنتش حاطه ورق الزبده ولا حاجه، قسمتها ل2 زي ما انتم شايفين كده بنات. والطبقه الصفراء الاوفات دي تشيليها، او الحروف برضو تشيليه عشان الكريمه بتاعتك تمسك فيه. هنا انا كنت عامله ميه عصير او سيرم وكده، فايه لازم طبعا ايه اصب عليها شويه عشان تبقى معايا طعمها حلو ايه وطريه وجوسي وحلو. تمام. وهنا بقى كنت بزينها بقى ايه بالنص بقى بالكريمه وكده. كان طعمها حلو، كانت سهله قوي. حطيت لها بقى، عندك مكسرات حطي، عندك سوداني حطي، مش عايزه خلاص بلاش. بس عايزه اقول لكم ان هي بتدي طعم حلو قوي قوي في التورته. كانت عامله بصوا شغل جامد يا جماعه. ما انا عايزه اقول لكم كانت احسن من الجاهزه، فبصراحه ما استخسرتش فيها حاجه خالص خالص خالص. هنا كنت بحط لها برضو طبقه السيرم اللي انا كنت عاملاه، وطبقه من الكريم شانتيه بقى. وزيني زي ما تحبي، اللي تحبيه زيني، اللي عندك موجود عندك في التلاجة ممكن تزينها بالكريم شانتيه. شايفين لونها النهائي كان حلو قوي قوي قوي، كان طعمها حلو جدا. يلا باي باي، اشوفكم في فيديو جديد.